المذيعة الجميلة لمياء فهمي عبد الحميد نزلت البوست ده امبارح وقالت حفل مستشفى الناس والاحتفال لتدشين مركز زراعة الكبد بجد حاجة مشرفة جدا ومجهود رائع. بصراحة الحفلة زي ما انتم شايفين كده فيها كانت طبعا صاحب المستشفى أيمن ممدوح عباس رجل الأعمال، وكمان كان في رجال أعمال تانيين. رجل الأعمال محمد فاروق لأنه صديق شخصي لأيمن ممدوح عباس، وأيمن ممدوح عباس كمان نزل شكر لكل الناس اللي شرفته في الحفلة امبارح، سواء رجال أعمال، ممثلين، مذيعين، لعيبة كورة، كل ده كانوا متواجدين في الحفلة امبارح. وكمان لمياء نزلت صور ليها مع المذيعين اللي كانوا هناك زي دعاء فاروق، كانت جميلة أوي الصورة دي. ودي صورة مع طبعا هاني البحيري مصمم الأزياء، والصورة دي مع الدكتور مهاب طبعا كلنا عارفينه. بصراحة أنا بشوف فكرة أصلا المستشفى الناس دي فكرة جميلة جدا من رجل الأعمال أيمن ممدوح عباس، إن هو يعمل مستشفى زي كده ويساعد الناس ويخدمهم، دي حاجة جميلة جدا. هنا مع خالد سليم طبعا، بس خالد سليم شكله هنا متغير، أعتقد ممكن يكون يعني الشكل ده شكله في مسلسل معين، يعني في دور الظاهر هيمثله هيعمله الفترة دي في رمضان، فعشان كده عامل الستايل الغريب ده لأن شكله فعلا متغير تماما يعني. آم، فانا بشوف ان فكره المستشفى فكره حلوه جدا، واتمنى ان كل رجال الاعمال بصراحه مش بس ايمن ممدوح عباس، كل رجل اعمال يستثمر في حاجه زي كده، لان اكتر حاجه فعلا بتفيد الناس هي موضوع العلاج، لان مش كل الناس عندها القدره الماديه ان هي تقدر تتعالج. فلما حد يعمل حاجه زي كده وحد مقتدر دي حاجه حلوه جدا. ومن الناس اللي انا بشوفهم من المشاهير اللي عملوا الفكره دي او الحاجه دي بيعملوها حاليا، يمكن مش هو مش حابب ان يسلط عليها الضوء بشكل كبير جدا يعني كبير يعني، بس ناس كتير جدا تعرفها. هو موضوع لاعب الكرة الكبير محمد صلاح، ان هو برضو عامل حاجة خيرية في بلده ليها علاقة برضو بعلاج الناس اهل البلد يعني هناك عنده. فبرضو دي حاجة من الحاجات اللي فعلا انا بشوفها جميلة جدا ومبسوطة جدا لما كل يعني لما يكون في مشهور او حد مشهور او حد سواء بقى رجل اعمال سواء لاعب كورة او سواء ايا كان ايه مجاله يعني، بس ان هو حد فعلا يعمل حاجة زي كده يكون مشهور يعمل حاجة زي كده، بشوف ان هو بيعكس صورة ايجابية للناس عن المشاهير، حتى يعني عشان خاطر الناس متبقاش واخده فكره كمان بس عن المشاهير ان هم لا يعني عايشين في عالم تاني او كده، لا، فكره ان هم يبقوا قريبين قوي للناس البسيطه دي، وان هم يحاولوا يساعدوهم بقدر الامكان، دي حاجه بتخليهم على الاقل شايفينهم حاجه حلوه او حاجه كويسه، ما يبقوش شايفين ان هم كانهم في عالم تاني وبعيد تماما عن الناس وبس بيتكلموا عن الملايين او بيتكلموا عن الفلوس وكده، لكن الناس البسيطه مش قادره ان هي حتى تتعالج، او في بعض الناس فعلا ما بتقدرش حتى على العلاج، ممكن تبقى تعبانه جدا وابسط يعني الدواء ممكن يكون ابسط حاجه يعني ممكن ياخد عشان يتعالج، ما بيقدرش ان هو يدفع ثمنها. فعشان كده انا بشوف ان دي حاجه كويسه جدا، ونفسي كل المشاهير ورجال الاعمال ولاعيبه الكوره يعملوا